ظلم وتعذيب وقصص كتير. أيام قاسية وآلام عاشها ناس هنا. 42 زنزانة منهم 9 أوض تعذيب. ده سجن القلعة. اتسجن هنا أسامي كبيرة وليها بصمة. الحيطان دي شاهدة على أيام قاسية وآلام عاشها ناس هنا. اتبنى سجن القلعة أيام الخديوي إسماعيل وقال إنه هيبقى سجن للأجانب، ولما مسك الخديوي توفيق حكم البلاد من بعده قرر إنه لأ، ده هيبقى سجن للكل أجانب أو غيره. وفضل الحال كده لحد عصر أنور السادات. السجن فيه 42 زنزانة ومنهم 9 غرف للتعذيب، غرفة الجلد، غرفة الفرن، وغيرهم كتير من أشكال التعذيب الصعبة. اتسجن هنا أسامي كبيرة زي أنور السادات وأحمد فؤاد نجم، الشيخ إمام، الأبنودي، ابن تيمية، وغيرهم كتير. هنا اتسجن السادات، وأول حاجة عملها لما مسك الحكم إنه هد الزنزانة دي وقفل السجن ده خالص. ومن هنا بقى كنت تلاقي سجن النساء، ومن أشهر السيدات اللي اتسجنت هنا كانت شجر الدر، هدى شعراوي، تحية كيروكا، رايا وسكينة، وزينب الغزالي. هنا الزنزانة اللي اتسجن فيها أحمد فؤاد نجم، كتب جوه كتير من أغانيه. رابع السجن يا 9 يا لهوي. السجن مفيش في السجن زمن، الوقت ملوش في السجن تمن. طلبة ثانوي قبضوا علينا ورحت نازل وكاتب صباح الخير على الورد اللي فتح في جناين، الورد اللي فتح في جناين مصر، صباح العندليب يشكي بألحان الصبح. أما الباب اللي في الوش ده فبيودي زنزانات تانية تحت الأرض. جمال عبد الناصر كان بيقول عليه سجن ورا الشمس. عبد الناصر سجن هنا عدد كبير من الإخوان. آخر سجين دخل سجن القلعة عبد المنعم أبو الفتوح، الطالب الجامعي اللي رد على السادات في خطابه الأول، وحصلت مشادة معروفة ما بين الاتنين، وسجنوا السادات هنا لمدة 3 شهور. لكنه كان سجين آدمي، فادوله كتاب عشان يذاكر منه وقلة عشان يشرب منها مية. وبعدها السادات أمر بغلق السجن ده تماماً، هدم الزنزانة اللي اتسجن فيها، وأفرج عن الإخوان اللي كان عبد الناصر سجنهم تحت الأرض هنا، وخرج الولد واتقفل السجن منه وقتها لحد النهاردة. مش كل اللي دخل السجن كان مجرم، في دخل مظلوم وفي دخل بكرامة. هنا كان في عقول لامعة فكرها فضل مكمل لحد النهاردة. جميعا ان السجن صور، وعرفكم جميعا ان الفكرة نور، وعمر النور ما يعكس يقزح 1000 صور. وعرفكم جميعا ان الظلم شايخ، وعرفكم جميعا باب السجن خايخ، وعرفكم جميعا ان ملقش أكرة، وعرفكم جميعا انه هيبقى ذكرى.